منتخب المغرب تحت 20 سنة كتب اسمه بحروف من ذهب بعد تحقيقه لقب كأس العالم تحت 20 سنة لعام 2025 ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي. في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد، تفوق أشبال الأطلس على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز من البداية حتى صافرة النهاية. الأهداف جاءت بتوقيع النجم أيوب الزهيري في الدقيقة 34 وعبد الصمد بوعزة في الدقيقة 78 وسط أجواء جماهيرية كبيرة في ملعب جاكرتا الدولي. بهذا الفوز أكد المنتخب المغربي استمرار النهضة الكروية التي بدأها الكبار في مونديال قطر 2022 ليكمل الجيل الجديد المسيرة ويرفع الراية المغربية عالميا. المدرب عصام الشرقي صرح بعد اللقاء قائلا: هذا الجيل هو مستقبل الكرة المغربية، أثبتوا أن لا شيء مستحيل عندما نؤمن بأنفسنا. الإنجاز هذا ما هو مجرد فوز، بل هو رسالة فخر لكل العرب بأن كرة القدم العربية قادرة على المنافسة في أعلى المستويات. مبروك للمغرب، مبروك للعرب، ومنتظرين مزيد من البطولات القادمة.